والبيئة الأسرية. البيت المسلم المتكون من الأب والأم والأولاد في أسرتك ترفرف عليها رايات المحبة والرحمة والمودة والتربية والسلام، ليخرج أبناء المسلمين متسلحين بالتربية الصحيحة. وهناك البيئة النسوية فيما يخص المرأة المسلمة في مجتمعها النسوي، في التزامها بحجابها وعفافها وحشمتها وحيائها. وهناك البيئات المتنوعة. واليوم نحن أمام بيئة إلكترونية تبث جوانب من الخير إيجابية وتبث أضعاف ذلك من جوانب الشر. ولكن وأعلم يبقى ملك إيه؟ يبقى ملك إيه؟ جمال. يبقى لما قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الإيه؟ في الأرض. يبقى إذا أبناء الله مش كلهم أبناء، ولذلك كل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم. اللي بقى متنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة بقى كده روتين خفيف مش صعب طبعا. الجمعة اللي فاتت كان تنظيف الركنة بقى ومسحتها وشلت السجادة وغسلت الركنة وكده، لكن النهاردة الشقة معايا نظيفة، فيعني فيها شوية ترتيبات بسيطة كده. خدت بس البلكونة معايا كده دلقت فيها مية ومسحتها الأول عشان تبقى نظيفة. انا بحب كده ان انا يعني انضف يوم الخميس قبل يوم الجمعة عشان يوم الجمعة يبقى الروتين خفيف، لكن الاسبوع اللي فات ما عرفتش ان انا يعني اروق يوم الخميس وكده وانضف الشقة، فعملت الروتين يوم الجمعة. فبرضو انا بحس ان يوم الجمعة ده يوم جميل، وقلت كده الفيديو اللي فات بحبه جدا. يعني عارفين اللي هو انا صاحية بدري وخلصت اللي ورايا وحضرت الفطار وكده. بحب يعني بصوت بقى شغالة مثلا خطبة في البيت، الجوامع في الخطبة شغالة في الجامع، كان بجد بحس ان بطاقة ايجابية وبحس براحة نفسية. فعشان كده بقى قمت كده مسحت البلكونة كده، قلت ايه نبدأ كده ندلق فيها مية، مش النهاردة مش همسحها بالشرشوبة، يعني انا اصلا بمسحها بالشرشوبة كده اللي هو كل يوم، لكن انا بحب اصلا ادلق فيها مية، يعني بحس ان انا كده مسحت يعني ونضفت. هي تيجي كانت معايا وعمالة بقى ملعبكاني وعايزة تمسحية، انا قلت بقى ان انا صاحية بدري وهي تبقى نايمة اخلص اللي ورايا، لا هي صحيت معايا. فضلت بقى يعني في الاول كده ده يعني مكنتش عارفه اعمل منها حاجه، وبعد كده بقى فضلت تلعب حواليا. انا بقى شغلت خلاص بقى ده خلصت البلكونه، دخلت بقى شغلت سوره البقره، وده كان قبل الصلاه يعني كان بدري، كان قبل الصلاه مثلا بساعه او اكتر من ساعه كمان. آه، شغل بقى سورة البقرة تطلع الطاقة السلبية اللي في الشقة كلها. هنا بقى مسكت الركنة اللي نفضتها، هي برضو نضيفة وكانت معمولة يعني من تحت الشيلات نضيف برضو، يا دوب رتبت الكفر ده ونفضته وحطيته تاني. عايزة اقولكوا الكفر ده حلو جدا في الشكل، يعني هو لسه جديد، يعني لسه كنت من الفيديو اللي هو بتاع الجمعة اللي فاتت كنت لسه حاطاه، جميل جدا عن اللي عندي قبل كده اللي انا كان مغطي الركنه كلها. هو كان محافظ عليها، بس ده برضو محافظ عليها مش حلو، مش وحش يعني. وكمان انا مش عاملاها بالظبط، انا يعني البف بس اللي في النص ده واخد متر، مخليه الكفر داخل من الشلتة بتاعت الركنة من الجناب وكده، مش على الوش بس. فده لما بنيجي مثلا قاعدين ونقوم وكده ما بتبقاش متبهدلة، بتبقى زي ما هي وثابتة. عشان كده لما تجيبي حاجة اديها براح شوية، ما تجيبيش بالظبط يعني. وهي فعلا حلوة ومحافظة على الركنة. وجوزي في الاول قال لي شكلها حلو بس ممكن تكون هتحررنا، يعني بتجيب حر وكده، قلت له لا يعني احنا نجربها، وفي ناس كتير جايبه منها وكده، واختي يعني عندها وكده، ففعلا حلوة وعملية جدا. هنا بقى خلاص قلت بقى ممشي المكنسة كده، طبعا حاطة حافظة على السجادة اصلا، بس بقى شلتها نفضتها كده وكنست بالمكنسة ورجعتها تاني، لان السجادة لونها فاتح، ولو حاطين مثلا اكل او اي حاجة تي ممكن توقع اي حاجة على الارض، فالحافظة محافظة على السجادة فعلا. يكون في مناسبة ولا حاجة بشيل البتاع وبخليها كده الايه بشيل الحافظة واخليها على السجادة، بس عشان لو عندك اطفال صغيرين وكده هي مش فاهمة حاجة لسه سنتين،
فاكيد مش هتبقى واخده بالها انها توقع ولا ما توقعش، فعشان كده بحط الحافظه. حتى لو معاها كيكه يعني الكيكه الفتافيت الصغيره دي بتقع لو بالشوكولاته او حاجه بتبهدل الدنيا. ممكن تعمليها تنظيف جاف لو انت مش عندك يعني حافظه او كده، ممكن تعملي تنظيف جاف، بس هتبقى يعني كل يوم هتعملي تنظيف جاف للسجاده، فاللي هو بقى تحطي حافظه تحافظ عليها احسن. كده بقى خلاص خلصت الركنه وسورة البقرة شغاله ورشيت المعطر، ودخلت على المطبخ بتاعي نضيف، يعني خلصه قبل ما انام بالليل. فعشان كده زي ما قلت لكم قبل كده ان المطبخ لما يبقى بايت نضيف تصحي تعملي فيه فطار، او انتي ملخومه في تنظيف شقه او بتغسلي او بتعملي اي حاجه، لما تخشي تعملي فطار يبقى المطبخ بتاعك نضيف مفيهوش اي حاجه. فانا كده خلصت كذا حاجه، قلت احط بطاطس تتسلق على ما اخلص يعني بقيه الحاجات اللي ورايا عشان ادخل اعمل فطار ونفطر. طبعا انا نضفت معاكم كده، مشيت المكنسه، رتبت شويه حاجات، في حاجات انا مصورتهاش اللي انا بعملها كل يوم اصلا، اللي هي بين السجاد السيراميك اللي باين كل يوم اصلا. بعد ما امشي بالمكنسه واخلص كل اللي ورايا بجيب بقى الشرشوبه واي معطر ومسحوق كده، وابدا اللي اديها لمعه كده عشان خاطر ما تبقاش فيها تراب. هي بتبقى فيها تراب اصلا يعني يوميا، انا حاسه ان انا فعلا قاعده في صحراء، يوميا تراب في كل حته. فعشان كده بقى لما امشي بقى بالمكنسه واخلص وامسح اي ترابيزه او اي حاجه من التراب، بجيب بقى الشرشوبه وامشي كده تديها لمعه ومبقاش فيه اي تراب. وحتى لو اي حاجه واقعه على الارض مثلا تيا موقعاها لزقت فوق كده بشيلها، فتبقى السيراميك يعني نضيف معايا. فبرضو هنا خلصت الأوضة، وبرضو مسحت يعني مشيت فيها المكنسة ومسحت برضو الفواصل بتاعة اللي هي بين السجاد يعني. فده أصلا يوميا بعمله، عشان مش بحب مثلا اني يعني اصلا الجو حر، يعني هو في الشتاء مش بعملها كل يوم، مبقاش التراب كتير غير الصيف. وكمان ابقى فاتحه البلكونه من بعد المغرب عشان يعني تهوي الشقه وكده، ويبقى يعني ساعات الجو بيبقى حر، بس لما افتح باب البلكونه بيبقى يعني الجو حلو فالتراب بيدخل. تاني يوم بقى بقوم اظبط وامشي كده بالشرشوبه عشان تبقى نضيفه. هنا بقى دخلت الاوضه كانت مكركبه شويه، فتحت اول حاجه الشباك على ما بنضفها واخلصها، وانا خارجه بقى في الشباك تاني عشان التراب، هي دوب بس تتهوى كده. غيرت بقى ميدي السراير، طبعا انتوا شفتوها الاول متطبقه ازاي، دي كنت مطبقاها معاكم تطبيقه صغيره متاخدش مساحه. لو انتي مثلا دولابك مكركب شويه فطبقي اتفرجي على الفيديو اللي انا كنت مرتبه في الدولاب. كان في طرق حلوه جدا اللي هي تبقى يعني لو انتي الدولاب بتاعك مش واخد حاجتك كلها، فتطبقي كده الحاجه الملايات والفوط والحاجات دي بمساحه يعني بتطبيق صغير عشان ياخد معاكي يديكي مساحه. طبقيها كده وحطي معاها كيس المخده بتاعها، عشان ما تحطيش مثلا الملايات في حته والكيس المخده بتاعها في حته، تيجي مثلا هتلاقيهم اصلا واخدين مكان معاكي، وكل بقى ما تيجي تدوري على ملايه فتطلعي الكيس بتاعها من حته تانية لا، كل ملايه طبقيها تطبيقه صغيره كده وتطبيقه حلوه وحطي بقى معاها الكيس الخداديه الكبير والصغير معاها، عشان لما تشدي الملايه تبقى كل حاجه معاها. فعلا لما تبقى شقتك نظيفة وكنا عاملين بقى تنظيفات عميقة وحاجات دي ودايما ايدك في الشقة، فممكن يجي عليك يوم زي كده حاجات بسيطة، غيرتي من السراير، مشيتي المكنسة، المطبخ مثلا كنت عاملاه من بالليل زي ما انا كنت عاملة كده، فاللي هو عملنا فطار، اليوم بيبقى بسيط. ساعات بيبقى علينا ضغط مثلا ان احنا مسكنا المطبخ غسلناه، كان فيه مش عارفة لمينا الستاير، مش عارفة عملنا كذا حاجة، فبيجي عليكي ايام بترتاحي اللي هو دايما شقتك نظيفة ومحافظة عليها، متفضليش مهملة كل حاجة مثلا والدولاب فوق بعضه والمطبخ فوق بعضه والحاجات دي، وفجأة مثلا تيجي تنضفي وبرضه تهملي فيها تاني، فدايما شقتك تبقى مكركبة. فلو عملتي حاجة تحافظي عليها هيجي عليكي ايام زي كده تنظيف بسيط يعني، متاخديش اليوم كله بقى والحاجات دي. انا بقى بدي لمعة كده للكومود عشان ما يبقاش عليه اي تراب. طبعا الكومود ده بتاع غرفة النوم مش بتاع هنا، هو غرفة الاطفال معاها كومود واحد بس ده ملهوش مكان في غرفة النوم فحطيته هنا. هنا بقى انا الصحيان بدري فعلا والله حلو، وقلت لكم كذا مرة، ويعني انا مش عارفة اظبط نومي، في ساعات بصحى بدري وساعات لا. فهنا بقى كنت صاحية بدري كده، خلصت اللي ورايا وعملنا فطار وفطرنا، وكمان قرأت الورد. ومتنسوش برضو النهاردة الجمعة نقرأ سورة الكهف. طبعا هسيبكم في اخر الفيديو كده، يعني خلاص هوقف تسجيل صوت
عيشوا معايا اليوم يعني. قعدت قرأت قرآن ووقفت كده بقى في البلكونة شوية، اللي هو خلصت اللي ورايا يعني. طبعا اللي هو يعني ايه، مش مثلا جري في جري والمغرب أذن ملحقتيش تقرأي سورة الكهف ولا كده، لأ، تبقى معاكي فترة على ما لسه تعملي الوقت يعني، على ما تعملي لسه الغدا. هنا خلاص الأوضة كانت خلصت، وأقفل بقى الشباك زي ما قلتلكوا عشان خاطر مفيش يعني الأوضة ما تتعفرش معايا تاني ولا أي حاجة. وفي الآخر خالص بقى عملتلي كده كوباية شاي، وشغلت المسلسل اللي أنا بحبه، وقعدت بقى كمان اتفرجت عليه، وبعد كده بقى قمت كده بقى أشوف الغدا اللي هعمله أو كده. ففعلا الواحد لما بيقوم بدري بتخلصي اللي وراكي مثلا من الظهر لحد الظهر أو اللي بعد الظهر، ويبدأ بقى انك الفترة بتاعة الظهر ديت تبقي تدي نفسك وقت انك تقرأي الورد بتاعك، انك تقعدي مع نفسك شوية كده. بعد كده ترجعي بقى ايه تشوفي الغدا، وتغسلي المواعين وتظبطي كل حاجة برضو عشان تخلصي، ما تسيبيش بقى المواعين مكركبة وراكي يعني. خلصي الغدا تروحي غسلي المواعين على طول. هنا بقى كمان حطيت الدور في الغسالة عشان يبقى أول بأول كده ما مكومش غسيل يعني، يبقى ثابت الغسيل فاضي. هنا بقى كنت بقى خلاص البطاطس كانت اتسلقت معايا، كنت خلصت كل حاجة، وقلت بقى ايه هحضر الفطار كده عشان نفطر. هنا كان حطيت سمنة لبيض عشان احطها على البطاطس، مكانش عندي سمنة، فكانت حماتي مسيحة سمنة، نزلت بقى جبت منها طبق كده لحد ما اجيب سمنة وابقى اسيحها. البقري حلوة جدا يعني اخر مرة كنت جايبة السمنة البقري، ريحتها حلوة ولونها اصفر كده، ويعني كان هي الجاموسي حلوة برضو، بس البقري فعلا بتبقى احلى. هنا بقى البيض، كنت هرست بقى البطاطس، بس مش اول تخليها ايه تتهرس في السمنة. طبعا بحب احط لها سمنة تاني، انا بحبها طعم السمنة بيبقى فيها يعني. لو انا ما عنديش سمنة ما بسلقش بطاطس، ما احبش فيها يبقى فيها زيت. ريحة السمنة بتعمل لها يعني طعم السمنة وريحتها بيعمل لها طعم فعلا. حطيت بقى عليها البيض وهرستها، كنت حاطه يعني ملح اصلا معاها وهي بتتسلق، فما خدتش بقى ملح كتير. حطيت بقى شويه ملح معاها وهرستها كويس، وحطيت بقى معاها شويه حليب بتخليها تبقى طريه كده، وبتديها طعم جميل برضو يعني. شويه صغيرين، ربع كوبايه نص كوبايه، ما تكتريش يعني، بس بتفرق معاكي وبتديها يعني بتخليها طريه خالص. انا ما حطيتش كتير يعني، انتوا زي ما انتوا شايفين كده يعني، حسب بقى الكميه اللي معاكي، ممكن تحطي حبه صغيرين تحطي حبه كتار كده يعني، بس بصي تبقى طريه واتهرست كده وتبقى جميله. كمان بقى كان جوزي رجع من صلاة الجمعة، كان جاب بقى معاه عيش وفول وطعمية وسلطة. آم، فانا ما عملتش غير البطاطس، وهو كان جايب برضو تونة معاه. فبس يعني كان الاكل كان خفيف يعني عليا، وما عملتش بقى زي المره اللي فاتت مسقعه وحمرت بطاطس ولا كده. الفول والطعميه احنا مش بنجيبها على طول زي ما قلت لكم قبل كده يعني، اللي بينزل بيجيب. انا رايحه السوق مثلا، جوزي كان بيصلي الجمعه وهو طالع جايب كده يعني، لكن مش بننزل مخصوص عشان نجيبها. لكن يعني بنصحى من الفطار على طول ونفطر جوزي قبل ما ينزل، فما بلحقش مثلا ان انا انزل او كده. هو هنا الفول كان اصلا يعني كان جاهز، حطيت بس يعني كان سخن بقى مش مديله تسخينه وكده، وكان عليه طحينه وكل حاجه. حطيت عليه ملح ونص ليمونه كده وبس كده. يلا بقى اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك واعملي لايك عشان ده اللي بيرفع الفيديو. انضمي كده لعيلتي الصغيره عشان تكبر بيكو. كمان عملت بقى المطبخ معاكو نضيف. كنت عامله الحروف اللي هي باينه في الاخر دي، كنت عاملاها يعني بالزيت، كنت بله فوطه كده وكنت عاملاها بالزيت، فعلا بتديها لمعه وبتبقى حلوه. ممكن تعملي بقى حروف الرخامه كلها، وبرده الوزره اللي فوق دي بتديها لمعه وتبقى حلوه. والرخامه نفسها ممكن برضو تجيبي فوطه كده وحبه زيت صغيرين وتديها لمعه كده بتبقى جميله، بس ما تطلقيش الزيت على الرخامة نفسها، لا تسيبيلي حاجة كده وتمسحي مسحة بسيطة. كمان عملت بقى جبنة طماطم كده كده. خلاص كان فطرنا النهاردة، فطرنا كده بقى وايه، وقمت كده اشوف شوية حاجات ورايا تاني ويعني كان خلاص كنت خلاص خلصت. حاضر يا توت حاضر. كان في بقى دور غسيل يعني كنت نشرته، قلت بقى ليه ما اطبقه هو كمان، عشان كده يبقى حطينا دور في الغسالة ودور نطبقه عشان ما نكومش الهدوم على بعضها مش مطبقة، ويبقى كده كل حاجة خلصانة تبقى خفيفة علينا كل حاجة يعني اول باول كده، عشان ايه ما تتراكمش علينا.
وبكده خلاص هيكون الفيديو خلص. واشوفكم على خير في فيديو جديد. طبعا بقية الفيديو انا مش هتكلم فيه، عيشوا معايا يعني ايه اليوم يعني على طبيعته. اسمع يا هاني بقى. انت محسسني ان كل العيال اللي في بالهم خاصه حراميه. تقول لي كده يا زياد، بتقول زعلي كده ليه؟ بقول الناس فيها ظروف وانا انزل حاجه في رجليه. هي دي ظروفنا يا عم. انت اللي خليت ظروفنا عامله كده، انت اللي خليت ظروفنا عامله كده، انت اللي قعدتني من الجامعه خلتني ما اكملش تعليمي. ما انت وافقتني عشان اهبل، عشان اهبل صدقتك. قعدت تقول يا عمي انا ابتدي، لا لا هجيب شقه في الزمالك، هجيب عربيه، وانا عشان عبيطه صدقتك. اخرتها ايه؟ هاتي يا زاد، تجيبي يا زاد، تمسحي يا زاد. انا حاسه ان انا بقيت عبده. انت ليه محصلني انا مشغلك في الفهم؟ يا ريت يا ريت كنت مشغله.